هل نجحت القمة العربية في الجزائر؟ نعم، نجحت القمة، لكن الشيء الوحيد الذي نجحت فيه هو انعقادها في حد ذاته، وخلافا لذلك فهي لم تحقق شيئا يذكر، وبقي شعار لم شمل الدول العربية الذي روجت له لأسابيع سبقت القمة بقي نظريا فقط، فهي بالتأكيد لم تنجح في لم شمل أحد، بل يمكن القول إنها بالأحرى ساهمت بسلوكياتها خاصة مع المغرب في تعميق الهوة بين البلدين. وقد غاب عن القمة ملوك ورؤساء كان يفترض أن يكونوا بين الحضور، أما الذين تحمسوا للحضور فهم ممن يتفقون مع التوجهات السياسية الجزائرية، فيما الآخرون جاءوا فقط لرفع العتب دون الاضطرار إلى تبرير غيابهم. سأدرج هنا رؤية أحد الزملاء في مجال الإعلام الذي قال إن الدول العربية لا تحتاج في الواقع إلى قمم أو اجتماعات، ولكنها تحتاج إلى إصلاح أوضاعها السياسية والاقتصادية المنهارة، ولا يدور الحديث هنا عن إقامة أنظمة ديمقراطية وما شابه، فلا يمكن لشعوب تنعدم لديها ظروف الحياة الطبيعية أو الإنسانية أن تحقق الديمقراطية، فهذا مجرد شعار فارغ. الحقيقة أن المجتمعات العربية بحاجة إلى أمرين هما الأمن ويتبعه الاستقرار، والتنمية ويتبعها توفير حياة كريمة. أي حكومة تستطيع أن توفر ذلك لمجتمعها فهي حتماً سوف تنقله إلى مرتبة أعلى، ومع استدامة الأمن واستمرار التنمية يمكن الحديث عن تغيير الثقافة السائدة المفارقة لروح العصر، وعن أشكال متدرجة من المشاركة السياسية ومظاهر الديمقراطية.